السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما ابدأ بالفيديو متنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة هنعمل البسيسة اللي امهاتنا كانت زمان بتعملها وما زالت برضك بيعملوها. حاجة بسيطة تفطري بها الصبح، شاي بلبن. يلا نبدأ بسم الله. نقول المقادير معانا ايه. انا معايا هنا مقادير، معايا بيضتين، كوبايه ونص دقيق عادي، وكوبايه ونص دقيق ذره، وكوبايه ونص سكر، عصير برتقال، ومعايا كوبايه زيت، ومعايا بيضتين، ومعايا كوبايه عصير برتقال. اللي حابب يعملها باللبن يعملها، مفيش اي مشكله. يلا نبدا بسم الله. هضيف البيضتين في الخلاط، عليهم كوبايه الزيت، وهضربهم وارجع لكم. هضيف كوبايه العصير البرتقال، وبرضك هضرب. هضيف كوبايه السكر بالتدريج عشان الخلاط يدور. انا معايا هنا قشر يوسف، احطه عشان يدينا الريحه في البسيط. بصوا بسم الله ما شاء الله زي العسل. شايفين قوامه؟ نصبه في الصينيه. انا معايا هنا صينيه دهنها سمنه. بسم الله. انا مولعه الفرن بتاعي على الحراره من الاول 180. احطهم هحط الصينيه بتاعتي في الرف الوسطاني. صبيت الخليط بتاعنا في الصينيه. انا بحب احط عليها سمسم. حضراتكم لو عاوزينها ساده مفيش اي مشكله. عارفين ان العين بتاكل قبل البق. حاجه تفتح النفس، تفتح نفسك ان انت تاكليها. عارفين ان انا محطتش فانيليا عشان انا ضايفه لها عصير البرتقال وقشر يوسف افندي. وانا ضايفه لها قشر استفندي. الناس برضك بتقول عليه كده برضك والله. هندخلها البوتاجاز الفرن على حراره 180. اما تستوي نرجع مع بعضنا نشوفها على الرف الوسطاني. خلاص طلعت البسيسه من الفرن زي ما حضراتكم كده شايفين منظرها تحفه. منظر يفتح النفس. ايه رايكم؟ يلا مع بعضنا نقطعها. انا خلاص قطعت البسيسه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. بس منظرها تحفه كده، طعمها وهم. اعملوها بالطريقه اللي انا عملتها قدامكم هتعجبكم قوي. طعمها وهم مية مية. بصوا حضراتكم منظرها يفتح النفس. الصبح تقومي تشربي كوبايه شاي، تديها لاولادك في اللانش بوكس. لو انت عامله بردك تاخديها تحطيها تفطري بيها بردك كوبايه شاي. تعملي انت في الشغل، انتوا عارفين الحاجه غاليه الايام ديت، بردك كوبايه شاي مع حتتين بسيسه الموضوع هيظبط معاكم. متنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.